السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ طبعا انتوا شايفين الدنيا مش اضاءة قوي، احنا هنا بالليل. انا حبيت اصور لكم بالليل وانا بحط لهم الوجبة التانية. طبعا حط لهم الصبح الوجبة بتاعتهم اللي هي عبارة عن علف وردة وشيشة ناعمة وبواقي اكل. ودلوقتي انا حطيت لهم الاول، انا نضفت لهم طبعا العشه وفرشت لهم فرشه نظيفه زي ما انتم شايفين. ودلوقتي اهو حطيت لهم، بصوا بواقي الاكل اهي. طبعا بواقي اكل على سلطه، على رده، على علف، على شيشه ناعمه، بواقي اكل. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله، يعني هم كبروا. انا شويه كده واسيبهم مع الكبار، ويعني بس يكملوا كمان اسبوع، يعني كمان 5-6 ايام كده وهطلعهم ان شاء الله. وهنا الميه طبعا بتاعتهم اهيت. انا بس مش هحط على الميه، هم ما شاء الله كويسين، فانا مش هحط اي حاجه على الميه غير هحط بس الفيتامين او الفيتامين اللي احنا بنحطه. هحط لهم حاجه بسيطه كده، وهنا برضو حاجه بسيطه. طبعا انا مجوعاهم من شويه، يعني هم خلصوا الاكل مثلا من 2-3 ساعات. انا سبتهم ما حطيتلهمش اكل تاني علشان ياكلوا طبعا والاكل يبان عليهم. فزي ما انتم شايفين كده، طبعا انا ان شاء الله يعني حبايبي طبعا واخواتي اللي بيتابعوا معايا، احنا ان شاء الله دولت هنجيب المره الجايه ان شاء الله هجيب كتاكيت ساسو وكتاكيت بيضه وكتاكيت بلدي. كلهم هربيهم مع بعض في الاول كده، وبعد كده لما يكبروا شويه هفصلهم عن بعض، او هفصل البلدي منهم واسيب الساسو والابيض يتربوا مع بعض. لان الساسو والابيض تقريبا زي بعض، بس الفرق ان الابيض بعد 45 يوم بيبقى خلاص كده، يعني دورته 45 يوم بيكون خلاص بقى فرخه حلوه تتذبح. لكن الساسو بيقعد حوالي شهرين. والساسو اللي هو عباره عن اللي هي الفراخ الحمراء اللي بتبيض لنا البيضه الحمراء دي. فعندي ما شاء الله هنا الكتاكيت حلو ما شاء الله، عندي فيهم حوالي 4 ديوك، وتقريبا كلهم برابر ما فيهمش، هم بس 4 ديوك تقريبا اللي موجودين. 1 2 3 4، ممكن غالبا 4. فان شاء الله كده ربنا يبارك فيهم ويكبروا يعني. وهم ال4 ديوك بس هذبح منهم 2 واسيب 2 واخليهم اكبرهم مع الفراخ البلدي التانية. طبعا هو احسن حاجه ان عشان بس البيض وكده، وطبعا انتوا عارفين ان البيض غالي، فهنربيهم ان شاء الله علشان ناخد منهم بيض. طبعا طلعت لكم ان شاء الله في فيديو صغير زي دوت وقصير، ومش عايزه اطول عليكم. واتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير، وكل سنه وانتم طيبين. شهر رمضان خلاص فاضل فيه اسبوع اهوت، وربنا يعيد علينا الايام بخير ان شاء الله. طبعا كلنا بقى ملخومين في نظافه الشقه والسجاجيد والستاير والحاجات دي كلها. فيا رب عقبال كل سنه ان شاء الله، ونبقى مشغولين ونبقى بكامل صحتنا وبكامل عافيتنا ان شاء الله، وبنعمل حاجتنا واحنا بكامل صحتنا باذن الله. فانا بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وربنا يجعله عيد سعيد ويجعل كل ايامنا عيد باذن الله. واتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، وما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك والكومنت. انا الايام دي عندي المشاهده قليله وعندي الاشتراكات قليله، يعني يا ريت ترفعوا لي الفيديوهات دي عشان تعلى شويه معايا، وعلشان يعني القناه تكبر. والقناه دي مش هتكبر الا بيكم، لان هي القناه دي بتاعتكم انتوا. وبكده يكون الفيديو النهارده ان شاء الله خلص، واترككم في رعايه الله. مع السلامه.